والله 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 أقسم بالله أن البطالة لن تقل ولن تزول إلا بالاقتصاد الإسلامي والاستثمار الإسلامي. والله لن تزول البطالة ولن تقل نسبة الفقر إلا بالقضاء على المؤسسات الربوية وتطويرها وإصلاحها وتغييرها لتتعامل على وفق شرع الله تبارك وتعالى، ليستفيد أصحاب المؤسسات أولا والشعب ثانيا. كيف نريد للاقتصاد أن تقوم له قائمة ونحن نحارب الله تعالى ليل نهارا بالربا؟ وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قوم يحاربون الله ورسوله بالربا يقوم اقتصادهم. وهل تزعزع الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد المالي الأوروبي وصاربهم هذا الإعصار المفاجئ المباغت إلا بسبب الربا؟ يكفي في تشنيع المعاملات الربوية كلمة واحدة من القرآن: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالربا ممحوق ممحوق. لا خير في بيت بنيته بالربا أو اشتريته بالربا أو مشروع أسسته بالربا أو سيارة ملكتها بالربا. الربا محق، الربا ماحق، الربا ساحق، الربا مسبب لغضب الله، مسبب لذهاب البركات وتتابع النوائب والمصائب وتعاقب الأزمات والمعضلات. إي ورب البيت. وقل مثل ذلك في المشاكل التي يعيشها الشعب التونسي، المشاكل الأسرية. أتدرون يا أهل تونس أن شعبكم هو الأول في نسبة الطلاق في العالم العربي والرابع دوليا؟ باهي كوش. أول دولة عربية في ارتفاع نسبة الطلاق تونس، وهي الرابعة على مستوى العالم. ليش؟ لأنه لا يحكم بشرع الله، لأنه لا يحكم بشرع الله عز وجل. ألم يقل الباري: فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. اللي يعرض عن شرع الله يحول الله حياته إلى ضنك، إلى عناء، إلى شقاء، إلى تعاسة، إلى مشاكل، إلى أزمات، جزاء وفاقا. كل سنة، وهذه آخر إحصائية، كل سنة يولد في تونس ما يزيد عن 1000 لقيط بسبب الزنا. ايش قولك؟ أكثر من 1000 لقيط، أكثر من 1000 لقيط بسبب الزنا. في مؤسسة تسمى مؤسسة الSOS. شنو هي المؤسسة؟ ما هي هذه المؤسسة؟ مؤسسة الSOS هذه أولاد زنا، لكن ليس من زنا الأجانب، بل من زنا ذوي المحارم ومن زنا الأقارب. يولد مولود من أب وابنته وأخ وأخته. هكذا البعد عن شرع الله. التسيب. أتصل ببعض الجهات المسؤولة لأسأل عن أول نسبة جريمة في تونس: السرقة حطمنا فيها الرقم القياسي. ولذلك لا نعجب حتى بيوت الله صارت عرضة للانتهاك، حتى المساجد تتعرض اليوم للانتهاك. فبين هذه الثلة الإلحادية الكافرة التي دنست كتاب الله وألقت به في المراحيض وكتبت أو رسمت نجمة اليهود على جدار مسجد الفتح بتونس، والأربع مساجد التي تعرضت للتدنيس في بني قردان، ويقسم بالله خطيب المسجد يقول: وجدت المصحف ملطخا بالنجاسة في المرحاض. ويتعرض الجامع الكبير منذ يومين إلى كسر أبوابه والدخول لإفراغ ما تبرأ به المسلمون لسد حاجة بيت الله، ويدخل هذا السارق
بحذائه ينتهك حرمة المسجد الذي دخل ليس جنديا من المارينز أمريكي أو صهيونيا من إسرائيل، لا، بل هو رجل من أمتنا ومن بني جلدتنا، وجامع الروضة أول أمس، والسيناريو لا يزال يتكرر. أول نسبة جريمة وأول جريمة حطمت الرقم القياسي في تونس السرقة بأنواعها المختلفة، سواء كانت السرقة على وجه الخفية أو الانتهاب أو الاختلاس بأنواعها، قطع الطريق. كذلك من الجرائم التي يعترف القضاة بها وراجعوا الإحصائيات العنف والتشويش والشغب بسبب السكر وسبب تناول المخدرات. كل ذلك ثمرة لغرس غرسناه، نحن الذين غرسنا، نحن الذين رضينا، نحن الذين ذللنا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فآن الأوان أن نصحح عقيدتنا أولا في أن الدين شامل وكامل، وليس مقصورا على الصلاة والصيام والزكاة والحج، ليس مقصورا على الاعتقاد أو العبادات، بل هو دين الشمول والكمال. الدين معك حيثما كنت، الدين معك في المسجد، الدين معك في المكتب، الدين معك في المعهد، الدين معك في الكلية، الدين معك وأنت تتزوج، الدين معك وأنت تطلق، الدين معك وأنت تبيع، الدين معك وأنت تشتري، الدين معك وأنت تحكم، الدين معك وأنت تترفه، الدين معك حيثما كنت، لأن هذا هو الإسلام، استسلام لله، إذعان لأحكامه، خضوع لقانونه جل وعلا.